اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده هتكلم في اكتر من نقطه في كره القدم. اولا، الوقت الضائع اللي اتحسب في مباراه النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب، الكلام ده لو كانت النتيجه عكسيه كانت الدنيا قامت وما عادتش لما حكم يحسب 10 دقائق وقت ضايع وقال لك هو بيمد وقت المباراه عشان النادي الاهلي يفوز او يتعادل. اما في الحاله دي محدش اتكلم خالص. الحاجه الثانيه، هدف المقاولين الملغي راس زي ما حضراتكم شايفينه في الصوره كده، راس لاعب المقاولين سابقه كتف وايد لاعب النادي الاهلي، يبقى تسلل واضح 100% ومحدش يتكلم بس لمجرد التشكيل. ضربه الجزاء الملغيه الدنيا برضو قامت عليها وقال لك ضربه جزاء. ضربه جزاء منين؟ اللاعب حاطط ايده جنبه زي ما حضراتكم شايفين في الصوره وما كبرش حجم جسمه وما منعش الكوره واصلا ما كانش شايف الكوره وهي رايحه عن جسمه. ده بالنسبه لمباراه النادي المقاولين. النقطه الثانيه، التدخلات في اختيارات المدربين من اللعيبه ومن الجمهور. سيبوا المدرب يختار اللي هو عايزه، زي حسين الشحات لما الدنيا دلوقتي بتقوم على كروش ان هو ما اختاروش للمنتخب، لان حسين الشحات صراحه مستواه لا يؤهله ان هو يلعب في المنتخب، لان هو ان خلاص اهتم ان كهربا يبقى معاه في الملعب او كهربا مش معاه في الملعب، هو ما يأديش في الملعب، ياخد له متر او مترين جنب الخط يلعب فيهم. وده مش كوره، هو المدرب عايز اللعيب اللي يلعب من الحركه، اللي ياخد الكوره من خط الوسط وينطلق زي السهم كده على منطقه ال 18 يعمل هجمه فعاله، وهي دي الكوره اللي احنا بنشوفها، الكوره الحديثه مش الكوره الخماسي اللي هتتلعب من الثبات اللي بيلعبها قفشه وحسين الشحات علشان كوره طويله توصل لمحمد شريف وكده الماتش ينتهي. دي نقطة تانية كنت حابب اتكلم عليها، هي الترند اللي الناس بتركبه علشان تظهر في السوشيال ميديا والسوشيال ميديا كلها تتقلب عليها. واحد زي طارق السيد الناس كلها كانت فاكرة ان هو متزن وتصريحاته عقلانية، لما يطلع يقول لك احلق شعري لو النادي الاهلي فاز بالدوري. هو انت بتقول على حاجة معجزة هتحصل؟ النادي الاهلي الدوري المصري مكتوب باسمه، انت المفروض تقول الكومنت دوت لو في نادي تاني هياخد الدوري غير النادي الاهلي، تقول احلق شعري لو في نادي تاني غير النادي الاهلي اخد الدوري. لان كل واحد بيطلع يقول اي كلام وعكس الاتجاه علشان لو صدفت وحصل الكلام اللي هو بيقوله هيقول لك انا مش قلت الكلام ده ويعلى ويركب. والسوشيال ميديا بصراحه خلت الناس اللي عايزه تتكلم في الكوره صح ما تتكلمش صح، لان اللي بيتكلم صح واللي شغال صح ما بيظهرش في الاعلام وما بيظهرش في الوسط الرياضي ولا حتى في الفرص بتاعه الشغل، وان هو يدير فريق او يدير منتخب لازم يكون بالواسطه والمحسوبيه والعلاقات الشخصيه. النقطه دي نقطه مهمه جدا. واخر نقطه هختم بيها كلامي هي تصريح للاعلامي علاء وحيد. علاء وحيد بيقول لك الاسماعيلي لو هبط الموسم ده يبقى بسبب النادي الاهلي ان هو ما بيروحش الاسماعيليه. في اكبر من كده داعي للسخريه وللضحك انك تسمع تصريح واحد من 4 مباريات خسران 12 نقطه ويقول لك انا بخسر عشان الاهلي ما بيروحش اسماعيليه؟ يعني هو الثلاثه بونت اللي الاهلي كسبك بيهم هم دول اللي وقعوا؟ ال6 بونت اللي الاهلي هيكسبك بيهم هم دول اللي وقعوا؟ طب هو الاهلي بيلعبك على ارض ولا على ارض محايده؟ الارض اللي بتلعب عليها الماتش الاولاني هي الارض اللي بتلعب عليها الماتش الثاني. بقول للكابتن علاء وحيد مفيش داعي للفتنه، مفيش داعي لاثاره الفتنه اكتر من كده والاحتقان بين جمهور الاسماعيلي وبين جمهور النادي الاهلي، لان الموضوع لو تطور اكتر من كده هيبقى حاجه او نتيجه لا تتحملها انت ولا نتحملها احنا ولا الشعب المصري ولا العالم كله يتحملها. ممكن تبقى مذبحه. بلاش الكلام اللي هو انت بتقوله عشان تراضي جمهور الاسماعيلي او تراضي مجلس اداره الاسماعيلي بكلام هايف وكلام اقدر اقول عليه تافه وكلام اقدر اقول ليه مستفز من شخص مستفز غير متحمل للمسؤوليه. يعني انت المفروض كنت قبل كده راجل الناس بتقدرك وبتحترمك، لكن دلوقتي اصبحت غير متحمل للمسؤوليه وغير اهل ان انت تكون امين تطلع تتكلم كلمه في الاعلام، لان الاعلام ده امانه، امانه تطلع تلطف تهدي الاجواء تمنع الفتن تحبب الجماهير في بعضها، تبقى رياضه وبس جوه الملعب، وبره الملعب كله يبقى اخوات واصحاب. شكرا والى اللقاء.